بتبدأ أحداث المسلسل في سنة 1983 وبالتحديد في بلدة هوكنز الأمريكية. وبنشوف أحد العلماء في مختبر هوكنز للطاقة عمال يجري وهو مرعوب جدا، وفجأة بنسمع صوت وحش غريب وبتيجي بعدها حاجة تشده لفوق. وبنروح بعدها الأبطال نويل ومايك ودانسون ولوكاس وهم قاعدين يلعبوا مع بعض في بيت مايك، لكن الوقت بيكون متأخر فبتيجي أم مايك وبتقول له كفاية لعب كده. فبيقوم الثلاثي ويل وداستون ولوكاس وبيركبوا العجل بتاعهم، وده علشان يروحوا بقى. واثناء ما بيكون ويل مروح بيته اللي في المنطقه المحظوره بتاعت مختبر هوكنز، ساعتها بيشوف ظل وحش قدامه فبيقع على جنب على الطريق بالعجله، وبعدها بيطلع يجري على بيته، لكن مش بيكون في حد موجود لا امه ولا اخوه جوناثان. فبيحاول يتصل بيهم لكنه بيسمع صوت الوحش ده في التليفون، وفجاه بتيجي وبيفتح الباب فبيروح ويل على الكوخ اللي في جنينه بيتهم وبيمسك بندقيه علشان يطلق على الوحش لما يجي، لكن الوحش بيظهر من وراه وفجاه بيختفي ويل. وتاني يوم بنشوف جويس أم ويل بتروح أوضة ويل علشان تصحيه لكنها مش بتلاقيه موجود، فبتسأل أخوه عنه فبيقولها إنه ما شافوش امبارح خالص. فبتروح تتصل بكارين أم مايك وده علشان تسألها ويل بات عندهم ولا لأ، فبتقولها كارين لأ. فبتستغرب جويس جدا. وفي المدرسة بيستغرب أصحابه مايك وداستن ولوكاس هم كمان إن ويل ما جاش النهاردة. وبنشوف نانسي وهي موجودة مع واحد اسمه ستيف، وبتروح جويس لاسم شرطة هوكنز وده علشان تقابل الضابط هوبر المسؤول عن البلدة، وبتحكي له عن كل اللي حصل. فبيقول لها تتصل بطليقها يمكن يكون ويل راح عنده، لكنها بترفض وبتقول له انها متاكده ان طليقها ملوش علاقه باختفاء ويل، وبتطالب انه يرجع ليها ابنها. وبنشوف دكتور برينر ومعاه مجموعه من علماء مختبر هوكنز ورايحين لمكان معين، وبيشوفوا في حاجه غريبه جدا كأن في وحش مقتول، وبنعرف منه ان في بنت ما هربت من المختبر. وبنشوف البنت دي لابسه مرياله ملطخه بالدم وبيكون شعرها محلوق، وبتروح على مطعم وبتاكل هناك من ورا الشيف لانها بتكون جعانه جدا، لكنه بيلمحها وبيمسكها. وهوبر بيروح المدرسة اللي فيها مايك وداستن ولوكاس وبيستجوبوا مع الموضوع اختفاء ويل. وبنشوف الشيف بيجيب هدوم للبنت وبيأكلها كمان وبيفضل يسألها شوية أسئلة لكنها مش بترد عليه، فبياخد منها الأكل وبيقولها لازم تجاوب عليه وهيسيب لها الأكل تاني. فبتقول له بس إن اسمها إلفين وبيكون باين عليها علامات الخوف. فبيروح الشيف يتصل بمركز الخدمة الاجتماعية وبيقول لهم عن حالتها. وبيروح هوبر آخر مكان كان فيه ويل وده حسب كلام مايك، وفعلا بيلاقي عجلته واقعة في المكان فبيفكر انه عمل حادثة. وبعدها بيروح لبيته وبيدخل الكوخ اللي كان فيه ويل وبيحس بشعور غريب، فبيأمر مساعده يتصل بالضابطة فلو وبيخليها تجيب فريق بحث علشان يحققوا في الموضوع ده. وبيكون مايك عايز يدور على ويل هو كمان، فبيتفق مع داستن ولوكاس يتقابلوا. وبنشوف موظفة الخدمة الاجتماعية جت للمطعم ولسه بيدخلها شيف علشان تقابل إلفين لكن بتطلق عليه رصاصة، وبتشوفها إلفين وبتطلع دي مش موظفة ولا حاجة إنما هي تبع دكتور برينر واللي بيجي هو كمان وبتهرب إلفين منهم، ولكن بيطلع اتنين قدامها وبيثبتوها بالمسدس. وبيروح دكتور برينر وراها لكن بنشوف الاتنين اللي كانوا مثبتين إلفين مقتولين وهي مش بتكون موجودة في المكان، فبيتصدم دكتور برينر جدا. وبتكون جويس قاعدة مع جوسان وفجأة بيرن التليفون فبتروح علشان ترد لكن بتسمع صوت نفس الوحش الغريب ده، فبتقعد تسأله انت مين، وفجأة بتطلع شرارة من التليفون وبيفرقع وسط حالة صدمة من جويس وابنها جوسان. واثناء ما مايك وداستن ولوكاس بيدوروا على ويل في الغابة بيقابلوا إلفين وهي هربانة، فبياخدوها لبيت مايك وبيحاول مايك يسأل عن معلومات عنها لكنها مش بترد، فبيديها هدوم وبيقرر يخليها تبات الليلة دي في بيته. وبيكون لوكاس وداستن مش موافقين لأنهم مفكرين إنها هربانة من مستشفى المجانين. وبيسألها مايك عن اسمها فبتقول له إلفين، فبيستغرب وبيقرر يناديها وبيروح هوبر لبيت جويس وبيقول لها انه قضى طول الليل وهو فريقه البحث يدوروا على ويل لكن للاسف بدون اي فايده. فبتتضايق جويس جدا وبتقول له على المكالمه بتاعت امبارح لكنه مش بيصدقها، وبيقول لها يمكن يكون مقلب او حاجه، وبيقول لها انه هيروح لطليقها يساله عن ويل. وبيروح مايك يقول لإلي تخرج من البيت في السر، بعد كده تخبط وامه هتفتح لها وساعتها تقول لها انها تايهه وتطلب المساعده. فبترفض إلي ده وبيسالها مايك انت في ورطه صح؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها مين اللي بيطاردك؟ فبتقول له اشخاص سيئين وعاوزين يقتلوني. فبيتصدم مايك جدا وبيقول لها تفضل مكانها. وبنشوف دكتور برينر بيعرف حوار اختفاء ويل ومكالمة جويس الغريبة امبارح، وبيروح جوناس يحط ملصقات ان ويل مفقود في كل حتة. وبتشوفه نانسي فبتروح تواسيه، وبيغيب مايك من المدرسة علشان يفضل قاعد مع إلي يفك عنها شوية، لكن فجأة إلي بتشوف ويل في الصورة بتاعته هو ومايك فبتشاور عليه وهي مرعوبة. فبيسألها مايك وهو مستغرب تعرفي ويل؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها شفتيه اول امبارح على الطريق طيب؟ لكن قبل ما بترد بتوصل امه البيت وبيقول لإلي تستخبى في الدولاب علشان ما تتكشفش، لكن اول ما بيقفل عليها الدولاب بتفتكر لما كانت في مختبر هوكنز وكانوا بيحبسوها في اوضه مقفوله زي كده، لكن الغريب انها كانت بتنادي على دكتور بنينر وبتقول له يا بابا.
وبنشوف هوبر بيجيله اتصال من فلو، وده علشان يروح لمطعم ما ويحقق من حادثة. وبيكون المطعم بتاع الشيف اللي اتقتل من جماعة دكتور بنيلر، وبيكون ماسك في ايده المسدس اللي اتقتل بيه علشان يكون انتحار. لكن الشيف ده بيطلع صاحب هوبر اساسا، فمش بيقتنع هوبر انه انتحر. وبيروح داستن ولوكاس لبيت مايك، واللي بيحكي لهم عن اللي تعرف حاجة عن ويل. فبيروح لوكاس يزعق ليها وبيقول لها قولي لنا فين ويل، لكنها مش بترد. فبيتعصب لوكاس وبيقول له مايك لازم نعرف امك. فبيقول له لا مش هينفع، اللي قالت لو عرفنا الكبار هنكون في خطر. فبيسأله داستن اي خطر، فمايك بيقول له الموت. فبيتعصب لوكاس وبيقول له هقول لامك برضه، وبيروح يفتح الباب لكنه فجأة بيتقفل بقوة. فبيبصوا لإل والصدمة ان مناخيرها عمالة تنزف دم، وبتقول لا يعني عندها قوة خارقة. وبيروح هوبر يحقق مع صاحب ليه كان بياكل في مطعم الشيف كل يوم بما فيهم ليلة قتله. فبيسأله هوبر آخر مرة شفته كان بيدور على أي حاجة غريبة. فبيقول له الراجل لا، بس كان في ولد صغير معاه كان بيسرق منه الأكل واللي هي إل. فبيقول له هوبر وصف لي شكله كده. فبيقول له الراجل معلومات عن الولد وبتكون تقريبا نفس مواصفات ويل. فبيتصدم هوبر جدا. وبتروح نانسي وصاحبتها بارب الحفلة، وبيكون عاملها ستيف في بيته، وبتقعد إل تغمض عينيها وتعمل حركات غريبة. وبتقول لمايك وداستن ولوكاس ان ويل مستخبي. فمايك بيسألها من الاشخاص السيئين، وبتوري له مجسم لوحش الديم غورغن. فبيتصدم الثلاثي جدا، وبيروح جوناس الغابة يدور على اي دليل، وبياخد معاه الكاميرا بتاعته. وفجأة بيسمع صوت صراخ، فبيروح يبص وبيلاقي ستيف ونانسي والشلة سكرانين وقاعدين يحتفلوا. فبيصورهم بالكاميرا هم كمان. وبنشوف جويس قاعدة ماسكة التليفون الجديد على أمل مكالمة من ويل، وفعلا بتيجي مكالمة. وأول ما بترد بتسمع نفس الأصوات الغريبة بتاعت المرة اللي فاتت، بس المرة دي بتسمع صوت ويل وهو بيقول ماما. وبعد كده بيفرقع التليفون ده هو كمان. فبتتعصب جويس وبتكسر التليفون، لكن فجأة بتشوف الأنوار عمالة تنور وتطفي، وكذلك الكاسيت اللي في أوضة ويل والأباجورة كمان. لكن فجأة بيظهر من الحيطة وحش مرعب. فبتصرخ جويس وبتجري وبتسيب البيت خالص، وبتركب بعدها عربيتها. وبتكون بارب قاعدة لوحدها عند البسين، وفجأة بتطفي الأنوار وبيجي وحش مرعب من وراها وبيشدها الوحش ده لتحت. وبتفضل تصرخ وبتنادى على نانسي، وللأسف بتكون مع ستيف ومش سامعاها خالص. وبنشوف جويس عمالة تتكلم مع اللمبة لأنها مقتنعة إن ويل بيحاول يكلمها من خلالها. وبيشوفها جوناس وبيقول لها إن دي مجرد الكهرباء عادي، وإن ويل تاه مش أكتر. وبيقول لها ترتاح علشان بدأت تهلوس من كتر التعب. وبنشوف الثلاثي مايك وداستن ولوكاس قرروا يبحثوا عن ويل تاني، بس المرة دي وهم معاهم إل. ومايك بيدي ساعته لإل وبيقولها تقابلوا الساعة 3:15 قدام البيت علشان ينطلقوا مع بعض. وبتفضل إل تتفرج على التلفزيون لحد ما بيظهر إعلان لكوكاكولا. فبتفتكر إل لما كانت في مختبر هوكنز والعلماء بقيادة دكتور بلينر كانوا بيعملوا عليها تجارب علشان تطبق علبة الكوكاكولا. وبنشوف جويس بتجيب لمبات كتير علشان تتواصل مع ويل بطريقة ما. وهوبر بيروح لمنطقة مختبر هوكنز المحظورة لأنه شاكك إن ويل كان فيها، وهناك هيشوف تسجيلات الكاميرا بتاعتها. لكن لما بيشوفها للأسف مش بيلاقي حاجة، بس أول ما بيمشي بيقول إن العلماء اللي في المختبر دول بيكذبوا ومخبيين حاجة. وبتسأل نانسي ستيف وشلته شافوا باربي ولا لأ، لأنها ما جاتش المدرسة النهاردة. فبيقولوا لها لأ. وبنشوف هوبر ومساعده رايحين للمكتبة، وده علشان يبحثوا عن أي معلومات عن مختبر هوكنز. وفعلا بيلاقوا صحف كاتبة أخبار إن دكتور بلينر بيعمل تجارب غريبة، وبيدعي بعض الناس إنه بياخد أطفالهم. وبعدها بنشوف بنت شغالة مع جوناس في مجال التصوير، وبتروح تقول لستيف وشلته إنه كان بيتجسس عليهم امبارح وصورهم كمان. فبياخد منه ستيف الصور وبيقطعها وبيكسر الكاميرا بتاعته. لكن بتلاحظ نانسي صور لبارب قبل ما تختفي، فبتاخدها معاها وبتمشي. وبتكون اللي واقفة مستنية الثلاثي، لكن بتشوف قطة فبتفتكر زمان كانوا بيعملوا عليها تجارب إنها تقعد قدام قطة شرسة، لكن وقتها مش بتستحمل إلا وبتوقف التجربة. فبيجي 2 علماء علشان يحبسوها، لكن ساعتها بتظهر قوة إل الكبيرة وبتحدف واحد بعيد وبتلوي رقبة التاني، وكل ده من بعيد بدون ما تلمسهم. فبينبهر دكتور برينر جدا من قدراتها. وبنرجع بعدها للحاضر، وبيجي الثلاثي وبيبدأوا كلهم رحلتهم. وبنشوف نانسي وهي رايحة فيلا ستيف علشان تدور على بارب، لكن فجأة بتحس إن في وحش في المكان، فبتطلع تجري من شدة الخوف. وأثناء ما بتكون جويس قاعدة بتشوف الأنوار عمالة تنور وتطفي، لكن مش بتكون فاهمة حاجة. فبتروح تمسك أسلاك الكهرباء وبتقول أنت ويل، ولو أنت نور مرة واحدة، ولو أنت لأ نور مرتين. والمفاجأة إنه بينور مرة واحدة فعلا. فبتفرح جويس جدا وبتسأله أنت على قيد الحياة، فبينور مرة واحدة. فبتسأله أنت دلوقتي في أمان، فبينور المرة دي مرتين. فبتعيط وبتحاول توصل لمكانه، فبتجيب قلم وبتكتب الحروف بالترتيب على الحيطة. والثلاثي بيروحوا مع إل البيت ويل، فبيستغرب لوكاس وداستن، لكن بتقول لهم إل إن ويل هنا. وفجأة بيشوفوا عربيات شرطة كتير ماشية في الطريق، فبيركبوا العجل بتاعهم وبيروحوا وراها. وبتكون جويس عمالة تتواصل مع ويل عن طريق اللمبات والحروف، فبتسأله أنت فين؟ فبيقول لها هنا تماما، لكنها مش بتفهم وبتقول له يعني إيه؟ فبيقول هل أنت مشتركة؟ وفجأة بيطلع وحش من الحيطة
فبتهرب ساعتها جويس فورا. وبيوصل هوبر والشرطة عند بحيرة وبيلاقوا فيها جثة طفل. فمايك بيقول ده أكيد ويل، وبيتعصب جدا وبيفضل يزعل إل، وبيقول لها أنت وعدتينا إن نلاقي ويل حي مش ميت، وإيه اللي في دماغك؟ وبيسيبها وبيمشي. وبيروح هوبر يطمن على جويس وبيسألها في إيه، فبتقول له إنها اتكلمت مع ويل عن طريق اللمبات، وإنه حاليا في مكان كبير مستخبي من الوحش المرعب. فبيقول لها هوبر الوحش ده كان شكله عامل إزاي، فبتقول له إنه أشبه بالبشر العاديين بس من غير وش. فبيحكي لها عن الولد اللي لقوا جثته في البحيرة، لكنها بتقول له إنه مش ابنها وهي متأكدة من كده. فهوبر بيقول لها إن بعد وفاة بنته سارة كان بيمر بنفس الحالات دي، وكمان بيفضل يتخيل بنته، وبيقول لها تنام وترتاح بقى، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وبتعلن الشرطة على التلفزيون إن الطفل ده هو ويل، وبنشوف مايك عمال يزعل لإل، وبيقول لها إنه كان فاكر إنهم أصحاب مش بيكذبوا على بعض ودايما بيقولوا الحقيقة لبعض، لكنها للأسف خذلته. لكن فجأة بتستخدم إل قدراتها وبتشغل اللاسلكي، وبنسمع صوت ويل وهو عمال يغني. فبيتصدم مايك جدا وبيسأل إل ده ويل، فبتقول له أيوه. ولحد كده بيكون الجزء الأول من المسلسل انتهى. ولو عجبكم الملخص وحابين نكمل باقي القصة عرفونا تحت في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم كل جديد.